افتكاسة جديدة من افتكاسات مطروح. عايز تشرب عصير بطيخ طبيعي؟ شيء عادي. لكن عايز تشربه جوه بطيخة؟ ده الشيء الجديد. لكن موجود وتحديدا عند هايبر ماركت فتح الله في وسط مرسى مطروح. تعال اقول لك ازاي بيعملوا الافتكاسة دي وبيحطوا لك عصير البطيخ جوه بطيخة. اول حاجة بيجيبوا البطيخ الصغير زي ما احنا شايفين كده، وبيقطعوه بالطريقة اللذيذة الجميلة دي بسكينة عادية. وطبعا بيطلعوا الحته اللي اتقطعت دي زي ما احنا شايفين كده، وبتبقى البطيخه ده قلب البطيخه الطبيعي جدا. اللي انا استغربت له جدا ان هو بيضرب قلب البطيخه بمضرب ببطاريه كده ظريف زي ما بيتضرب بالظبط البيض. المكان مكتوب عليه بطيخ، وهو متخصص فعلا في البطيخ. زي ما احنا شايفين كده قلب البطيخه الطبيعي بيضربه في البيض وبيديه لزميله، واللي بيضربه زي مضرب البيض وبيديه لزميله اللي بيمسحه كده زي ما احنا شايفين، وبيقلفط لك البطيخه كده ويهيئها لك، ويجيب لك الحته اللي اتقطعت منها كده بيلزقها لك فيها، وبيلزقها بخله سنان، وبيلزق فيها كمان عنبيتين سود جمال، والشمسيه اللذيذه بتاعه العصير. وبيفتح بقى المكان التاني اللي هو عامل فيه العصير طبعا بدون بذر وبدون حاجه خالص، وبيصب لك جوه البطيخه. زي ما احنا شايفين كده الطلب كان في بطيختين، صب وخلص وظبط الكلام. وفي النهاية برضه بيمسحها لك ويظبطها لك لحسن يكون العصير فيها، عشان تاخد البطيخة جميلة، وبيقدمها لك بالطريقة اللذيذة دي. ألذ عصير تشربه في مطروح. ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم منا كل جديد. مع أطيب الأمنيات بقضاء أجازات سعيدة بمطروح والأجمل الأماكن في مطروح. شجعونا وبلغونا رأيكم بالتعليقات.